ايام ممكن اعتباره الابرز في خط هجوم منتخب ليبيريا. يلعب في سامي العزوزي في خط الوسط، اختيارات وليد الركراجي اليوم تبع ثقه في الثنائي الاولمبي المتوج بكاس افريقيا الاقل من 23 سنه، والذي أعلن الفريق الوطني لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الوجوه التي ستلعب إلى جانب عز الدين مناقي في فلسفة تكتيكية أخرى لوليد فادي. المباراة يقدر من خلالها في منح الثقة في الوجوه التي يرى فيها الجاهزية للالتحاق بمنتخب ليبيريا، ولكي يكون الفريق الوطني مستعدا لمواجهة منتخبات من قمة تنزانيا وزامبيا. النيوس واحدة اثنين ممتازة جدا. محاولة للمرور لعبد الصمد الزنزوري بمرمى تقريص الكرة في منطقة الجزاء، التدخل من جانب الأيمن لمنتخب ليبيريا، المنتخب الليبيري الذي يبحث عن التواصل مع الطرف الأيسر وتدخل دفاع الفريق الوطني على رومانسيس. كرة للأمام تعود من جديد للمنتخب ليبيريا كأس أفريقيا عام 2004 على ما وصل للمباراة النهائية بقيادة فادو زيك وعمل مربوط من طرفين من بلال الخميس في المنتزه واحد من افضل اللاعبين في البطوله البلجيكيه. بلال يلعب اليوم كرسمي في هذه المباراه بعدما شارك رفقه الفريق الوطني في المباراه ديالها. تلعب الكره في منطقه الجزاء والمتابعه من طرف الحارس ياسين مربع. هذه كره للفريق الوطني. شرف حكيمي يلعب ضربه زاويه للفريق الوطني وتدخل الحارس بواسون ويلي دي سوزا يتدخل في الكره الماضيه. تعود هذه المره كرة تعود من جديد لبلال الخنوس. بلال الخنوس يحتفظ بالكرة من الطرف الايسر واضح يعلن عنه الحكم خط الجزاء وتدخل دفاع منتخب ليبيريا في الكرة الماضيه. الحكم يقول انه ما شافش الرجليه تاع يلعب كورته في منطقة الجزاء. صعب الكرة لمنتخب ليبيريا. كرة ثابتة كان بإمكانه أن تغير نتيجة هذه المباراة. بعض الخيارات الهجومية هناك كان خطأ في التغطية من الجهة اليمنى، لكن حسن الحظ تتحول الكرة بعيدة شيئا مع مرمى الحارس ياسين بونو. لم يتغير أناقي، لكن كانت خيار ممتازة من دفاع منتخب ليبيريا. التغطية من اثنين يبحث عن الخيار الهجومي. بلال الخنوس التوغل في منطقة الجزاء، لكن يلعب كرة بعيدا عن مرمى الحارس. الفريق الوطني في الآونة الأخيرة سيباري وريتشاردسون وبلال الخنوس وأسامة العزوزي يلعب في منطقة الجزاء، لكن تدخل دفاع منتخب ليبيريا يلزم الكثير من التركيز عدم تضييع الكرة بسرعة من منتخب ليبيريا. كرة في خط الوسط للمنتخب الليبيري تتحول نحو كورفا، لكن تدخل رومان سيس كلاس الكرة بسرعة من حرية يمين. تحضير الكرة إمكانية للتسديد خفيفة شوية. عز الدين مناحي لازالت الفريق الوطني تتحول من الطرف الأيسر، لكن مبعدة من دفاع منتخب ريمور. إمكانية التمرير تأخر فيها كثير الكرة الماضية، كانت عنده فرص التمرير في الكرة الماضية لكن تأخر، وبالتالي ضاعت فرصة للفريق الوطني. وسام العزوزي العودة كان مشكل من حكيمي وتدخل من دفاع منتخب ليبيريا. إبعاد الخطر عن مرمى الحارس باسوني دي سوزا ومن يتولى تنفيذها. صعود عدد من اللاعبين طوال القامة القادمون من الخلف لتقمص أدوار هجومية في كرة ثابتة للفريق الوطني. حكيمي تلعب الكرة في منطقة الجزاء وتشوبورو لا ينفقد في الكرة الماضية. نزلت الكرة للفريق الوطني لكن في الأيمن، لكن تدخل دفاع منتخب ليبيريا. لا ينفقد. نذكر أن المباراة الرسمية الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا بلجيكا رفقة يونيون سان جيلواز. الكرة تتحول من جديد للفريق الوطني. إمكانية من الطرف الأيمن عز الدين مناحي بالمهارة المخزون المهاري. تلعب الكرة في القائمة الثاني وتدخل دفاعي من أسامة. التسديد في غياب التركيز بعيدا عن مرمى الحارس باسوني دا سوزا. تسديدة من مع فريقنا الوطني مع وصول الأطلس في هذه المباراة. كرة يوسف العزوزي. أسامة يغير الوجه للطرف الأيسر رومان سيس. رومان
الثالثة في الجولة الإجرامية. اثنين من اللاعبين الرسميين. حكيم زياش رافق الفريق الوطني إلى أبيجان لكن من دون أن يلعب أي دقيقة، والآخر يبحث على أن يتعافى كليا. ممتازة جدا، ممتازة جدا هذه الكرة، أول تسديدة مؤثرة في هذه المباراة. ينقل الخطر لمنطقة ليبيريا، كرة في منطقة الجزاء لكن مرة أخرى لا يفقد عبد الصمد الزلزولي، كرة من الطرف اليسار عبد الصمد والماضي والإعادة للتسديدة الممتازة جدا وتألق الحارس الليبيري ويني دي سوزالي بعد الخطر عن مرمى منتخب ليبيريا. عبد الصمد الزلزولي سدد المرة الثانية، كلاكير ثاني مرة من عبد الصمد الزلزولي. ممتاز عبد الصمد، قلت لكم انه حل من الحلول المطروحه لما ضربه زاويه. امين حريت، الخطوره تظهر للفريق الوطني في الجوله الاولى. حريت يلعبها في القائم الاول وتدخل دفاع منتخب ليبيريا. تعود من جديد للمتابعه، دقائق محترمه في الفتره الاعداديه مع نادي FC برشلونه. كان يحظى بثقه كبيره من المدرب سولداكا، واحد من افضل المهاجمين حاليا في البطولات الاوروبيه. تنزانيا اخرجت منتخب الجزائر على ارضه وفرضت عليه التعادل. الكونغو تصدرت مجموعتها التي ضمت موريتانيا والغابون والسودان، ما يؤكد ان تعليمات وليد الرقريبي يقف على كل صغيره وكبيره. يعلم انه التألق في الكان يمر عبر التفاصيل التي تبدو لك بسيطه لكن هي من تصنع الفرق في التدورات الكبرى، في التدورات المجمعه من قيمة كأس أفريقيا. ينقل الخطورة مرة أخرى للفريق الوطني. حكيمي، كرة للفريق الوطني تلعب في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع منتخب ليبيريا. ما زال الخطورة إمكانية والتدخل من دفاع ليبيريا لكن مجددا منتخب ليبيريا. نوان كيني للحارس بواسون ويني دي سوزا، تصل لجمال أراغو. عمل كبير من اشرف حكيمي، اشرف حكيمي سرعه التحول، حكيمي امكانيه التوغل في منطقه الجزاء. حكيمي يمر كورتكادي فرصه حكيمي كان عمل ممتاز جدا ضد اموره ولعب كره لامين حريت. لم يكن امامه سوى وضع الكره بهذه الطريقه في مرمى الحارس بواسون ويني دي سوزا، ولنا عن الهدف الاول في هذه المباراه امام منتخب ليبيريا. هدف سيغير كثير، اي معطيات ستتغير في الجوله الثانيه من هذه المباراه. هدف سيمنح احتقاق اكبر للعناصر الوطنيه، سيحرر من كل الضغوطات النفسيه التي ترافق يتحسر انسو كيتا على استقباله لهذا الهدف. يعلم تاثير هذا الهدف ولا الجرينتا المغربيه من ياسين بونو واشرف حكيمي والحكم والانذار الاولى من هذه المباراه لتفوق الفريق الوطني بهدف.